تحياتي، وما تنساونيش من البصمة. اويلي اويلي يا خوتي، اويلي يا خواتاتي. انتما ولا كيجيكم العجز حتى باش ديروا لختكم تموروا واحد البصمة. ماشي خسارة شايفية، راه جايبه لكم تبرقيقة. والبارح اخوتي في الحفلة ديال الحمزاوية اللي لابسه نحمن معيط على حمو الجزار، وكانوا الشعورات غادي يطيروا، وكانوا السنان اللي مركبه شي سنه كانت غادي طيح ليها. ياك لاباس الحمزاويه والحمزاويات ومديرة الأعمال بدون أعمال. واش ميمكنش دوزوا شي حفلة وتحترموا ريوسكم وتحترموا الجمهور وتاخدوا خلاصكم وتمشي في حالاتكم بلا القيل والقال؟ الأغنية ديال الله يا بابا، الأغنية اللي معروفة بها زينب الحبيرطية هي اللي مسجلاها. انا ما نقدرش نقول لكم ديالها ماشي ديالها كاتبها، داكشي انا ما سوقيش فيه. المهم هي اللي معروفة بها، وداك ستيل القناوي نو ديال الحمزاوية حفظيها وغنيها. في هذاك الحفل كانوا الناس والعشاق ديال هاد الفنانة اللي غنقولها بهذه المناسبة الحمد لله على سلامتك ومبروك ما تزاد عندك. كانوا العشاق ديال هاد السيدة تما، فبقاو كيقولوا لا راه الحبيرطيه صرعتها، لا صوت الحبيرطيه في التقناويت وفي هادشي تاع السواكن لا يعلى عليه. فالناس قارنوا بين صوت الحمزاويه الله يا بابا، الله يا ماما، الله يا بابا، بابا وبابا حميد، داك الجعويق ديالو داك الغوات زعما راني عميقه وراني واعره الصوت ديالي. فالناس عندهم الراي ديالهم. ناضت اخوتي النقافات بطبيعة الحال بالإشارة ديال الغربال كانوا تسال الحفل عارفين اش كيديروا، وباغيين يخرجوا الناس يبطبطوهم ويخليو عشتهم. علاش؟ حيتاش قالوا راس الحبيرطيه صرعتها وما كاينش شي مقارنه بين صوت الحبيرطيه في التقناويت والحمزاويه، فمن حقهم. صافي ملي سال الحفل كان داك الوابه كانوا غادي يتجمعوا على دوك الناس ويعطيوهم خلع عشتهم. فالناس بدات كتهرب وتمشي في حالاتها. فجامع غير النوامر الموضرين شادين الصفوف الاماميه هما اللي جالسين في داك الحفل ديال الحمزاويه. يا ويلي تنوض تقولي راه حقا ديك التكشيطه ما هياش، يا ويلي تقولي داك العكر راه اوفر ولا التسريحه ما مش على بعضها، خاصك غير تدوي يتحلفوا عليك. فالناس مساكن خافت من داك العصابه اللي مستفاه في الصفوف الاماميه اللي بقى لهم غير يستغفروا الله العلي العظيم يعبدوا الحمزاويه. فتحلفوا على الناس علاش يقولوا الحبيرطيه لا يعلى على الصوت ديالها في التقناويت. والله يا بابا ما كاينش شي وحده غناتها من غير الحبيرطيه. الاغنيه سميتها مولاي حماد. فبغاو يدقوا ويخليو عشت الناس علاش تقولوا هذيك الهضره. ف والغربال والحمزاويه بطبيعه الحال جالسين في الطوموبيله وتيكركروا. عجبهم ما داروا الفانز تاع التزوميح. دائما فين ما مشات نستفاهم في الصفوف الاماميه. واش الحمزاويه ضروري ما خاصها اي لون غناتو خاصكم تقولوا الصوت ديالها لا يعلى عليه؟ احقا اسماء المنور مشات للداخله بدات كتغني لهم داكشي تاع الاندلس، بدات كتغني لهم داكشي راه بروغرامي. واسماء المنور حطيتو المقطع اللي بغيتو خليتو المقطع اللي بغيتو. ما كاينش شي فنان غادي يديرها الا وكيكون متمكن من راسو ومتمكن من القدرات ديالو الصوتيه، وحتى الفرقه الموسيقيه اللي معاه كتكون قدها وقدود. اسماء المنور قالت الفرقه الموسيقيه سكتوا البروغرام اللي غاديين عليه ما نبقاوش غاديين عليه. هكا كتجاوب معاهم قالت لهم خليوا الجمهور يختار اللي بغا. وفعلا ولا الجمهور هو اللي كيختار الاسماء المنور المقاطع اللي بغاتها وكتغنيها. داكشي المتفق عليه ان اللي غتغني في السهره ديالها في الداخله ما كملش، غنات داكشي الاول ولكن في الاخير ولا الجمهور هو اللي كيختار. وقالت لهم غادي نكملوا الاغاني اللي بغاو الجمهور. تبارك الله السيده متمكنه، ما خاصهاش شي ريبيتيسيون على الاغاني ديالها لان عندها ما تغني، وزائد الجمهور كيطالبها بالاغاني ديالها غير هما ما بغاوش هاد الاغنيه واغاني ديالها اللي حافظينها. والفرقه الموسيقيه حتى هي كيف ما نقولوا حطيها على الجرح ابره. اما اختي الحمزاويه هاد مولاي حمد جيبي شي حاجه ديالك. السهره كلها شنو جايبه؟ ورينا شي اغنيه غنيتيها ديالك من الاغاني ديالك، ورينا شي حاجه غنيتها. اصلا الاغاني ديالك ما بقيتيش قديتي تغنيهم. علاش؟ لان خفتي من طز برودكشن اللي يطالبك بالرزق، اللي يطالبك بالفلوس. ما بقيتيش كتغني الاغاني ديالك حيتاش ماشي من انتاج ديالك، من انتاج ديال طز برودكشن. وليتي تسرقي عباد الله في الاغاني ديالهم، وملي كينوضوا يدويو الفانز ديالهم كتنوضوا تبغيو تخليو عشتهم.
وريونا شي أغنية طالعة تغنيها فوق الخشبة ديالها التسجيل ديالها الكتابة ديالها الألحان، وطلعي تبوردي أغانيك والجمهور غادي يطالبك بأغانيك، طالعة تغني أغاني د الناس. هادشي علاش مابقاوش كيعيطوا عليها في المسارح الكبار وفي الحفلات الكبار وفي الافتتاحات الكبار، لأن كل واحد اللي عنده شي أغنية كيغنيها. راه نهار طاحت مع وليد الرحماني ما قداش تغني سربكاتك ما قداش تغني، علاش؟ لأنها ماشي ديالها وماشي ديالها وما يمكنش أنها تغنيها لأن مولاها حاضر. سالينا مولاها حاضر، إذا الأسبقية لمولاها. طايح مع البولماني في الأغنية وواعرة ما تقدرش تغنيها لأن الأسبقية من البولماني. شوية مشات للتاقناوي تغنات حمودة معروف بها الفنان الكبير الدرهم، ماشي ديالك. الدرهم هو اللي جرع لك من استوديو دوزام، قالك سير بنيتي تترباي اخلاقيا عاد ديك الساعه جي غني. راه الفنان بنيتي راه اخلاق، جراو عليها جوج ومن بينهم الدرهم. اللي مشيتي تغني حموده معروف بها هو مولاي احمد الحبيرطيه، اش غنيتي ديالك اويلي. والمشكله ان الناس اللي باقين كيتيقوا في الغربال وتيقوا في الحمساويه وبقى فيهم الحال، قال كيشوفوا الحمزاويه والغربال كيضحكوا الوابه تابعين دوك الناس، عسوا عليهم حتى خرجوا، خلاهم حتى خرجوا على خاطرهم وتبعوهم. ادويو صيفطوكم حرشوكم صيفطوكم باش تشوشوا على الحفل ديال لالاكم الحمزاويه اللي هو حفل ناجح. دابا جيتوا هنايا باش تشديو ما تعاودوا، سيروا ديو ما تعاودوا. الحفل كان ناجح، التذاكر سولد اوت، كان واحد التنوع في الاغاني اللي غناتها كلها ناجحه، ما عندكم ما تقولوا وجيتوا ديروا. وحنا عرفتوا اشنو داروا ليهم. الناس ولات كطلب غير سله بلا عنب حتى وصلوا للطوموبيلات ديالهم. فراه الحمزاويه راه ما جاتش وحطاتهم في الصفوف الاماميه في كل حفل، عارفاهم. هادشي علاش؟ حيتاش الناس قالوا راه هذيك ديال الحبيرطيه والحبيرطيه صرعتها، الحبيرطيه ديالها واعره. لا ما خصهمش يذكروا الاسم ديال الحبيرطيه، قالوا لا ما تذكريش الاسم ديال الحبيرطيه في الحفل ديال الحمزاويه، ما تذكريهاش. هنا انت جايه تفرجي في الحمزاويه، اذا غتهضري على الحمزاويه وتقولي واعره وصوري ستوريات وقولي لي اش تعرف اني نحضر الحفل ديال الحمزاويه، ما تذكريش ليا. بيان سور يذكروا الاسم ديال الحبيرطيه ويذكروا ويعاودوا. الا كانت الحمزاويه كتمرض على الحبيرطيه حتى هي غتزيد القائمه وتنوض تطلق عليها الوباء ديالها يمشي يشرشموها. ما تغنيش اغنيه معروفه بها، ما تغنيش الاغنيه ديال اللي مسجلها حبيرطيه سنوات هذه، ما تغنيهاش. الا كان عندها النفس تخرج تاقناوت، راه ما عطا الله المقدميه ديال القناوه. جي تلفت لها كاع الحلوفه تمشي غير عند الزوج ديال بعض يخرج لها اغنيه، خاصها ما يكتب، خاصها ما يقول، خاصها يعطيه ميمي يخرج لك العجب العجاب. هذا كاع اللي كنقولوش ماشي مخمخ، كاين مقدميه اللي خاطرين عليه. حنا كنتكلموا غير على هذاك الدريري، سيري عنده وجلسي معاه ويدندن لك وخرجي شي اغنيه قناويه بالتقناويت، راه عطا الله المقدميه في التقناويت ويخدموا لك اغنيه ديالك. وديك الساعه العيب الا شي واحد غناها لك، طلعتي انت وقولي اغنيتي ما يغنيها لي حتى شي واحد. اما اغنيه ديال الدريه فمن حق الناس اللي تيحبوها يذكروا ان الاغنيه ديال الحبيطيه اللي هي مولاي احمد ومعروفه بها وهي اللي مسجلاها، حفظتيها كيف ما هي مسجلاها. كاينين اغنيه اللي كتكون كاينين الواحد اللي كيبدا في تاقناويت كيغني شويه من هنا شويه من هنا شويه هنا، وكيدير ديك القضيه ديال كشكول ديال التاقناويت. فهاد الشيء دارت الحبيرطيه، هزيتي انتي كوبي كولي وولي دوا وجبت السميه ديال ديك السيده هي كل عصا. دابا زدت تاكدت علاش ما عيطوش عليها في الحفلات اللي دارت في الصحراء ديالنا. تاكدت يعني مسمار وطرق لا مجال للشك. غادي نمشيو عند ابتسام تسكت. الاغاني اللي غنات السيده مسالمه من الداخل ومن برا، جايه تغني جايه مع الجمهور، اغاني ديالها زوينين ناعمين، ما فيهم صداع ما فيهم ترياش ما فيهم كلاشات. الفنان كذلك زهير بهاوي بداك الدراعيه بداك اللوك الصحراوي غزال ما شاء الله تبارك الرحمن، جاي يغني ما مكرب ما فيه تمكريب، ما جاي يطلق ميكروب وما جاي يطلق الكلاشات وداك الشيء تاع السموم مع بعضياتهم. غادي نمشيو كذلك عند سعيدة شرف نفس الشكل، جايه تشطح جايه تضرب دربوكه جايه تنقص جايه هادي.
صافي وتغني الوقيته ديالها وتمشي. الفنانين وحدين اخرين اسماء المنور كترفع ملي كطلع الخشبه، ما كتنسى كل شيء، كتنسى المشاكل اللي عندها، جايه تغني، جايه تفرح الجمهور، جايه تتفاعل مع الجمهور، ناسيه شكون وهداك وديك ويخليك. عباد الله، راه الدرون اللي كانت كتصور الحفل ازيد من 240 درون اللي كانت كتصور دوك الحفلات. تبارك الله ما شاء الله. عدد الحضور في جميع الحفلات رقم قياسي، رقم قياسي. غادي نمشيو عند الحمزاويه اللي دايراه في واحد القاعه، راكم عارفينها، مع الخطوه الاولى، الاغنيه الاولى، وواعره عليكم وواعره عليكم ما توصلوناش الراسها، شي مع من ضاربه، وداك هذيك الشطحه ديال كتعرف داك محمد الهنيدي في خالتي نصها ديال طز فيكم، هي هذيك اللي دارت زعما راه هذا، وعطات الجمهور باللور زعما راه ديك وواعر عليكم ما تصوروا مني والو. ها الهدروسيه طيروا تتعيا خلي لكم الهدرو زعما ها ما تسواو. دوك الحركات ديال الفم ديال قليل السم والعينين كيترعدوا زعما طلعت عينو زلت عين، وداك الشيء ديال السم لانهم هما كيتساموا مع بعضياتهم، شي كيسمم في شي كيحسد شي، داك الشيء داكينو رادعينو. لا بغيت نقول مولودين به، داك الشيء عندهم وحقا، حيتاش هذاك الدريري اللي مع اللي فان ديال الفنانه لطيفه رأفت وكان فان الحمزاويه، حيتاش هو اللي فرقع الرمانه وعطى التسجيلات على انه طيح حميد شد كيحرضوه كيقول لي هذا ولطيفه والاسماء الكبار وداك الشيء تقي. راه حطيت لكم التسجيل ديالو، اللي بغى يسمعوا راه كاين في القناه، غتلقاو التسجيل خطير وغتلقاو داك الشيء. المهم ما عليناش. هاد الدري هذا فاش غدير، حطات الاغنيه ديال بابا وكتهضر هكا ودخلت سميت ديال با زعما با ابا، وداك الشيء كامل اللي كتقول ما كاين غير با وموت وما غتصوروا حتى شي حاجه، وهبا طلعتوا لكم فوق الخشبه وموتوا بالسم وطرطقوا ومدخله زعما السميه والكنيه، زعما ماشي غنقول لكم غير حميد، لا حميد وكنيته وحميد والكنيه ديالو زعما ديو ما تعاودوا هزوا الا لقيتو ما تهزوا. زعما ها نتوما اللي كتقولوا حميد، ها حميد راني مطلع عليكم فوق الخشبه وتيغني وما مزكش ليكم، ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء اللي كيتقال، لا كاين داك الشيء اللي كيتقال ولكن غير مع من مدابزه نتي على من واعره. لدرجه ان هذا الحفل هذا اللي دارت البارحه، منبر واحد اللي كان بلا ما نسميه، غياب تام للمنابر الاعلاميه. عرفتوا ملي غنات سعيده شرف وزهير بهاوي وداكشي، راه ما نقولش لكم شحال ديال الميكروفونات كاينين، ما نقولش لكم، وتقول في الحفل ديالها منبر واحد اللي كاين، واحد اللي كاين، حتى حد ما جا، حتى حد ما حضر لها الحفله ديالها، كلهم لازالوا متضامنين مع شوف تيفي ومتضامنين مع اش نيوز اللي صاحبه ديالو هي نورا الفواري. حتى واحد ما دار تغطيه، منبر واحد اللي كتب عليها، لان دوك الزوامح اللي كتجي في الصفوف الاماميه واللي كيصوروا راه هما اللي كيلعبوا ليها الدور ديال الصحفيين، كيبقاو يصوروا دوك المقاطع وكيلوحوا كيعطيو الباجات، باش على الله داك الحفل ديالها يطلع في الانستا ويطلع في مواقع التواصل الاجتماعي. اما هاد الخدمه هادي كيديروها الصحافه اللي كيكون اصلا الدور ديالهم هو تغطيه الحدث، كيف ما بغى يكون نوعيه ديال الحدث فني، المهم كيف ما بغى يكون نوعيه هما الدور ديالهم، كيكتبوا مقالات، كيداز الاجواء، كيداز الحفله، كيداز والو حتى شي حاجه. وتقولوا قلت لكم منبر واحد اللي كاين وما تبقى، الخدمه دايرينها الوابه. شكون غادي يجي الحفل ديال وحده مدابزه مع كلشي؟ شكون غادي يجي؟ راه الصحفيين راه عندهم جمعيه كتجمعهم اللي كيترأسها شحال، وتم غير مؤخرا صوتوا عليه وهو نفسه الرئيس ديال ديك الجمعيه ديال الصحفيين الصحافه والنشر، فهو نيت كان وعاودوا صوتوا عليه وباقي لحدود الساعه. راه غيتضامنوا معاه، راه كاين منبر فلاني وفلاني وفلاني، ولكن راه كاينين اشياء كتجمعهم، كاينين اعراف كتجمعهم، كاينين جمعيات ديال الصحفيين والنشر والاعلام كتجمعهم. فبطبيعه الحال غادي يتضامنوا مع منبرين، شحال اللي تسب في الام ديالو وتسب في الزوجه ديالو وضربوه في الشرف والعفه ديال واحد الزوج قال لك كيعتبرهم هما كلشي في حياته، ومشاو لعند الاش نيوز
هما خلاو فيه غير اللي نساو وضربوها في المصداقية ديالها. الأكثر من هذا الشيء هرّست البونجة ديال الميكروفون، ضرباتو، وزيد على ذلك مسجلة الغربال كتقول داك الدريري سير وكملوا من عندكم هضرة من السنطة لتحت. فأكيد غيتضامنوا مع بعضياتهم. وراه إعلاميين وجمعويين كلهم كانوا ضد هاد التصرف اللي قالك لا يمت بالحرفية ولا المهنية لا يمت بمرة بأخلاق ديال واحد الفنان ولا فنان ولا حتى مغنية. أودي الأخلاق راه ما كتعرف لا هذا لا داك، اللي متخلق واللي متربي راه مربي. ما بقاتش في الصيفة شنو عندك ولا شنو كدير، بقات واش انت مربي. لأن كون كانت مربية فعلا غتقول لي خويا عافاك أنا راه عندي مشكل مع المنبر ديالك، الله يجازيك كل خير، حيد ما بغيتش نعطي واحد التصريح وانت كاين صافي فلتنسحب بالتي هي احسن. اما داكشي ديال بكش بك ربح، داكشي ديال حلبة المصارعة، سمحوا لي كتعبر على نفسها. فاش الحفل كان التغطية الإعلامية منعدمة، لأن راه عندنا بزاف د المنابر الإعلامية باش نقولوا واحد اللي كاين منعدمة التغطية، منعدمة. أن الحفلة ماشي هي اللي منظماه، اللي غنقولوا لا حكا أيوا دخل المنابر الأخرى، نقولوا حقا جات تشوف تيفي شي واحد يكذب وما دخلوهاش هو فين هما المنابر الأخرى من غير داك الجوج؟ علاش ما جاوش؟ ما بقاش كيتسوقوا ليها بمرة. تغني دير حفلة تشحت تدبر راسها، سيري جيبي اللي يصور ويحط لك في مواقع وعبروا عليها. كدور تقلب جايبه الوابه اللي صوروها ويحطوها في مواقع ويطلبوا الصفحات ديال الانستغرام. عافاكم حطوا ما حطوا حتى المواقع ديال الانستغرام اللي كتكون كبيره وداك الشيء ما يحطوش لك شي حاجه فابور. اشهار هذاك حفله عندك درتيها بغيتي نحطك واحد المقعد تقول لها خلصيني. كانت بيناتهم صحبه، كانت شي حفله كتعرض عليها فابور، كانت شي عكار تجيبوا ليها فابور كيكونوا بعضياتهم ماشي مشكل تقول لها حطيت حط. اما من غير هاد الشيء لا، حتى هي اشهار. كيف ما غيجي شي واحد يقول عافاك حتى هاد البرودوي عندك وقولي راه زوين غتخلص، كيف ما كذلك غتقول ليها انا باش يشوفوا الناس الفولورز اللي عندي هاد الحفله ديالك وباش تروجي الحفله اخرى خلصي. كتضحكني غير الغربال ديالها فيها زعما راني مديرة أعمال ومزيانة الغربال. قولي لينا ملي الحفل ما أصلا ما كانش في مروكو مول وهو في الأصل كان في ميغاراما و... ومني تباعوا تقريبا شي نص تاع التذاكر ديال الفي اي بي أندرا رجعتي الناس فلوسهم، لأن الحفل في المول ماشي هو في ميغاراما بزاف الاعتبارات. أندرا دوك الناس اللي خلصوا ب 3000 درهم رديتي لهم رزقهم، لأن التذكرة ديال وادي عمارة تباعتها ب 200 درهم في نفس البلاصة اللي هي ميغاراما في نفس القنت تباعت ب 200 درهم. البلاصة المخيرة في الحفل ديال وادي عمارات كانت ب 500 درهم. هذه هي الأثمنة اللي كتكون في داك البلاصة. أندرا واش رجعتي الناس الصرف، الناس اللي قطعوا على أساس المول رجعتي لهم رزقهم؟ راه هنا في الخطأ تبان إدارة الأعمال، لأن هادشي كيأذي وكيأذي الصورة ديال الفنان، لأنه خاصو يخرج بتوضيح أن الناس راه تقولبت مخلصين على حساب بلاصة ومن بعد كيتفاجئوا أنه الحفل دار في بلاصة قل من ديك البلاصة وتقولبوا في الثمن ديال التذكرة. مديرة الأعمال ومنظم الحفلات اللي محترم راسو راه خصو يدير مثلا في الحفلات مثلا تكون عندها شي حفلة مقبلة غيدير روميز أولا غيدخلوا فابور الناس اللي خلصوا واحد الفلوس لو حتى من تذكرة في اي بي وما دارش في ديك البلاصه ودار في بلاصه قل، يعني في الحفل الماجي كيعوضوهم يدخلوا فابور يدخلوا يخلصوا غير 50% اولا تذكيره يخلصوها وتذكيره فابور. علاش؟ باش داك الفانز وداك الجمهور اللي جاي يتفرج باش ما يحسش براسو انه تنصب عليه من طرف دوك الفنان ومن معاه. شكون ما دارتو والو، شكون ما عطيتيه لقاء، ما خرجتي تهضري، ما خرجتي تعوجي، وديما انا دير داك الزنطيط فوق راسك قاسمه شعرها على النص وداك الزنطيط دايره داك الزنطيط شاده به الريزو دوي حتى ديك المسطره ولا عليه الدار. الناس رجعوا السامبل هذاك هذيك ديال هذيك شدة الحلزونه راه ولا عليه الدار. الناس رجعوا للسامبل
سير ضربي لك طليلة على آخر صيحات الموضة والتسريحات. إيوا الناس اللي خلصوا التذاكر بالثمن الغالي كنقول لكم الله يعوضكم وردوا البال مرة أخرى.